من أخطر المشاكل اللي بتهدد قرى مركز قصة بمحافظة الفيوم هي مشكلة الصرف الصحي، فقرية تطون تغرق أراضيها ومدارسها في مياه الصرف الصحي. بدأت بظهور البرك والمستنقعات في بعض الأراضي حول شركة الصرف، وعندما تقدم أصحاب هذه الأراضي بشكوى إلى المجلس المحلي التابع لهذه القرية، قام العاملون بالشركة بفتح مجرى المياه الصرف الصحي على ناحية أخرى من الأراضي، وتسبب في غرقها. إلى أن ظهرت داخل مدرسة الثانوية الفنية بنات وأيضا مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية. وأمام بنك التنمية الزراعية، وفي بعض شوارع قرية تطون. كان سكرتير المحافظ هنا الاسبوع اللي فات والوكيل الوزاره وكله جاي بيثبت حاله ومشي وبسلامة الله. والباقي على مين بقى؟ على البشر اللي يقدروا يعملوه. واقفين بره زي واقفين العمل بره، اي جرار كده يحدث ردم بره، قال تعالى هنا زي بعض، هاتوا من على الغلابه دول. وبعد أن تقدم مدير المدرسة بإرسال عدة شكاوى للمجلس المحلي بالقرية لحل مشكلة المياه، أرسلوا إليه بعض الجرارات تحمل ما تبقى من هدم المنازل ليدخل المدرسة ويردم بعض المناطق داخل بناء المدرسة. ومع استمرار ذلك الوضع ظهرت مياه الصرف الصحي خلف المنازل والعمارات في المنطقة، واشتكى الأهالي من ذلك الوضع وما يسببه من أضرار ورائحة كريهة. رحنا المجلس فضطوني والنادي واحنا نضفنا بنفسنا. عملتوا ايه طيب؟ نزلنا مسحنا الوسخ ده كله بمسحات وميه ونضفنا كل ده، نضفناه يعني، ورجع تاني زي الاول وقت. هي ظهرت من قد ايه؟ بقالها قد ايه ظهرت؟ بقالها كتير، بقالها حوالي 4-5 سنين. 4-5 سنين. بقالها كتير. انت ساكنه في العماره بقالك قد ايه؟ انا من تطون، بس حاليا دلوقتي باخد شقه هنا في المساكن ورئيس المجلس بيجي، كان في زياره بيجي لها بس مفيش تفتيش هنا غير الزياره، وفي عامل موجود للمساكن. كان حاجه بتحصل اي موجود، ادي قدام سيادتك اهو، ادي انا واقف حاليا ده ورايا زباله اهي، ورايا زباله يميني اهي زباله. المدرسه فيها اولادنا واولاد الناس كلها،
كلها بهذا الوضع. صرف الصحي مصرف في المدرسة لأولادنا كلها، يعني الأولاد كلها ودراسة البيئة. طبعا دخلتي شفت دراسة البيئة اللي جوه. الله هو التجديد اللي معمولة مجرد انها بتنزل العمال من هناك بتضرب هنا تجي هنا، وفي نفس الوقت الصرف برضك من الصرف الصحي مش عارف بيفضوه بقى، ده برضك بيعمل ريحة المنطقة كلها. الصرف الصحي اللي هو بحرينا هناك. طيب ما حدش راح اشتكى المجلس المحلي لشركة هو المجلس هنا كل يوم قبله شايف من غير شكل من غير اي حاجة، يعني المجلس هنا كل يوم شايف المنطقة وشايف الأميات وكده. ما حدش نزل طيب وعين المنطقة دي كلها؟ لا بالنسبه للمجلس شغال، لما العمليه اللي فيها اميات وبتاع بيجي يعمل الاميات دي وينشفها وبتاع، لكن ما فيش حل جاهز. بينشفها ازاي بقى؟ يا اما يجيب الجرار اللي هو الكسر، او يجيبوا شويه تراب او بتاع لوادر او حاجه زي كده، لكن ما فيش حاجه حل جذري ان نشوف السبب الرئيسي بسبب الاميات. هو اللي ماسك المكان هنا وصلاح ولا بينظف ولا بيعمل. مين صلاح ده؟ صلاح ده شغال في المجلس. هو مهمته ايه صلاح ده؟ هو مهمته مسؤول عن النظافه ومسؤول عن المجاري ومسؤول عن يعني هو اللي مسؤول أيوة. اللي هو يشيل الميه اللي حوالين المنطقه دي كلها عن كل منطقه. وطبعا هنا ما فيش اي خدمات ولا في اي حاجه. هو ما بيعملش اي حاجه خالص. ما فيش. يا الله في حاجه اقول لك عليها. هنا الصرف الصحي بيطلع ميته هنا وضرب على المساكن وضرب على المدرسه. ضرب على المدرسه وضرب على المدرسه وضرب على المدرسه. لا ما الصرف الصحي يصوب هنا. صوب في المدرسه وصوب في المساكن. بدل ما بيصفوا في المصرف بيصفوا بيقطعينهم على الناس هنا. طبعا حرام لما تكون بنات تخش جوه المدرسه وعندنا بنات وتضربوا الميه الصرف الصحي. المدرسه غرقانه ميه المساكن كلها غرقانه من الصرف الصحي. كل المساكن غرقانه من الصرف الصحي. والحاج قالوا لنا موجوده وموجود اسمه تبع المنطقه نفس المنطقه كلها. دخلنا المنظر اللي فيها وشفنا وصورنا حتى المنظر اللي هو بعد الارض اللي بعد الميه. برضه المصرف ده كله برضه المصرف اللي لازم مبحر ده عاوز يتسلك. لان المصرف اللي لازم مبحر ده اللي بتصرف فيه الصرف الصحي مسدود من اللبن، من عند اللبن، من عزبه اللبن، من عند حسبة محرم. عاوز يتسلك مفيش حد. المنطقه اللي هناك بالكامل محدش تقلل الريحه. ده بالنسبه لحشمت وعزبه قناه فرج وشلاوي كل المنطقه دي وفرجاني. المصرف ده كله محدش عارف يعمل. دي تعمل ايه؟ ما بتحللش، ما فيهاش القرور ما حدش عارف يودي فيها القرور بتاعها. وكده القرور بتاعها المصرف يعني المفروض بيتكسر ويتغطى اصلا. المصرف كلها بتاع الصرف ده كل المنطقه مأذيه منه. كلها المنطقه العزب اللي حواليها يقولوا عليها حد المناطق اللي حواليها كده. بالنسبه للشلاوي بالنسبه للمحرم وبالنسبه لعزبه عبد الحميد فرج كل العزب دي كلها غرقانه. المنطقه دي كلها لا بيطلعوا الميه زي ما الفراغات بتطلع زي ما هي، لكن هي طبعا شغاله محدش قبل الريحه خالص. ناموس وبيئه وحاجه يعني انت لو البنات اللي هي ورا المدرسه. ايوه ورا المدرسه وانت ماشي نبحر كده. دي ارض الفاحشه كلها مليانه ميه. انا عندي مدرسه غربه اهي بتاع مدرسه ابتدائي وحضانه برضه ضرب عليها اطفال. احنا بالنسبه لنا كبار خلاص. لا الاطفال الصغار ذنبها دي صرف الصحه يضرب على الاطفال دي ذنبها طيب فالمسؤولين في زياره يجوا بيها. ما فيش زياره خلاص ما حدش جاي يتنفس عليها. ما فيش زياره ما كانش زياره ما اسم حضرتك طيب؟ أنا العمدة محمد عبد الحكيم خالد. عمدة الناحية هنا. مسؤول عن ايه طيب؟ مسؤول طبعا عن الأمن وعن كل حاجة. وبرضه عن المواطنين مثلا في مشاكل المية وعلى الصرف وعلى كده. طيب حضرتك خدت من المواطنين شكاوى أو حاجة وديتها للمجلس؟ خدنا وودينا كذا مرة المجلس. وإيه اللي حصل؟ ولا حياة اللي ما انتناش. ويبقى الوضع كما هو عليه زي ما انت شايفه. بس كده؟ زي ما انت شايفه. طب حضرتكم بتعملوا ايه لما المية تغرق يعني؟ هيعملوا ايه؟ شايلين طين الناس قاعدين جوه في بيوتهم هيعملوا ايه؟ شايلين طين عليه. يعملوا ايه؟ وعلى فكرة ده بيعملوا لي كمان ثورة قدام البيت بالنسبة لي انا، بحيث ان انا كنت هسيب العمودية بسبب كده.
الناس بتجيلك بتجيني بال100 نفر ويقول لك انت العمده بتاع البلد وانت المسؤول عننا وانت 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 كده. فطبعا باجي رايح المجالس وبقى من المسؤولين، فما فيش زي ما انت شايف البلد. وفي عمارات هنا قدام والناس غلابه يعني هنا عامه، يعني بيستجابوا ليا. عمارات تانية يعني مثلا لو قلت لهم مثلا معلش خشوا وروحوا ناموا بتاع، الناس غلابه يعني. عفوا اول ما يلاقي ما يلاقيش عندهم كلوه يجوا فاتحينها في المنطقه دي. طبعا عشان الناس اللي هناك بيفتحها بيفتحها عشان الناس بتشتكي. بدل ما يودوا المياه هناك بيحولوها هنا على المنطقه دي على الجبل. فبيغرقوا الدنيا دي كلها. بيغرقوا المنطقه دي كلها بالليل هنا ما بيبقاش